الولد لمس راس البيبي، وفجأة نطاقه اللي كان رايح من 10 سنين رجع تاني. الأم وقفت مصدومة، وبعدها حضنت ابنها وفضلت تعيط. في اللحظة دي المساعدة قالت لها إن البيبي ده متساب هناك. الأم قررت إنها تتبناه. لما رجعوا البيت، القصر اللي كان كئيب بقى مليان حياة، حتى الفروع الناشفة بدأت تورق. الشغالة دخلت فرحانة وقالت للأم إن الجدة اللي في غيبوبة بقالها سنة فاتت. الأم جريت على أوضتها ودموعها نازلة، وسألت الدكتور عن حالة الجدة. الدكتور قال بحماس إن الجدة خفت خالص. الأم بصت للبيبي اللي في حضنها وحست إنه هو اللي جاب الخير ده كله. في اللحظة دي البيبي حس باكتئاب أخوها التاني. بإشارة من صباعها خرج نور ذهبي ودخل جسمه. قام واقف وسلم على العيلة. الكل اتصدم، وبعدها اتلموا حواليه مبسوطين. بس الأم كانت خايفة يرجع تاني، فقالت لابنها التاني ياخد البيبي يلعب معاه. راحوا مع بعض لسوق حجر اليشم، وهم بيختاروا الأحجار عمه بدأ يسخر منه ويقول له إنه غبي. الحارس طلع المسدس على طول، لكن الأخ التاني ما تعصبش، بالعكس تحدى عمه في مسابقة مقامرة حجر اليشم. في الوقت ده مساعد العم جاب بنته معاه، والعم وافق بحماس. الأخ التاني خلى البيبي يختار حجر. البيبي بص حواليه وما اختارش ولا حجر، لكن فجأة خرج شعاع نور من صباعه واختار حجر خردة قدامه. المساعد قال للأخ التاني إن الأحجار دي ملهاش قيمة، والبيبي ما كانش قادر يتكلم، فعيط مرتين. الأخ التاني أخد الحجر على الترابيزة عشان يقطعه. العم سخر منه وقال إنه اختار زبالة، لكن الأخ التاني كان عايز يرضي البيبي وبس. المفاجأة إن كل الأحجار اللي في السلة طلعت ياقوت أخضر نقي ومن أحسن الأنواع كمان.